ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده داخلين بقى ايه مع الشباب فكره فيديو جديده، بس انا فكره الفيديو دي كلها اصلا عاملها عشان العقاب اللي هو يعني فعلا والله الشباب مش عارفه الفيديو اللي احنا داخلين فيه النهارده. المهم بدون رغي كتير معانا النهارده، اسكت بقى يا زياد بقى، قصصك مش عايزين نعرفها بقى. المهم معانا النهارده ريليتد للفيديو طبعا كابتن زياد باجز، هو هتعرفوا ليه انا مختار زياد باجز. وتاني واحد معانا وده ضيف جديد علينا اللي هو كابتن احمد زينهم. بصوا يا شباب الفكره كالاتي، اوكي؟ احنا النهارده هنجس عمر ممثلات الشابه اللي انا اقول لكم عليها، تمام؟ طبعا فكره بالنسبه لكم هتبقى فكره عاديه جدا صح؟ لكن في حاله ان مثلا باجز خسر زينهم اللي كسب، يعني في عقاب معين باجز هيعمله واللي هو ايه، انا حددت العقاب ده خلاص. اوكي طب استنى خد راينا يا عم. اسكت يلا. المهم زينهم لو في حاله هو خسر هنختار، انا هخلي باجز يختار، بس انا ام لوكينج فورورد اكتر، او انا يعني متطلع اكتر ان باجز يخسر. ليه؟ عشان في حاله ان زياد باجز خسر ان شاء الله يا رب الفيديو اللي جاي يا جماعه باذن الله هندخل زياد باجز على اوميجل وهنتحكم بكل حاجه هيعملها على اوميجل. طب ليه انا ما ممكن زينهم عنده كاميرا برضه ومايك؟ لا انا حاببك انت الشاب الرفيع كده ابو شعر، فاهم قصدي؟ انت تعمل الشاب الرفيع. انت جاي تهزقني يا ابني والله الجو لاين عندك، مش عندك جو لاين يا ابني؟ ولا ده كانت حبايه ولا لا ده كان الدقن. المهم داخلين النهارده طبعا معانا كل واحد وعكسه، يعني مثلا معانا اكتر شاب بيجيب بنات انا اعرفه وهو مين يا زينهم؟ الله يكرم اصلك. لا مش زينهم، هو زياد باجز. انا بقول مين يا زينهم؟ اكتر شاب على باب الله الصراحه يا جماعه، فلو حد يعرف واحده يعني ممكن زينهم. وداخل على رمضان وبتاع واحده محجبه يعني ما تفرقش رمضان شعبان، فاهم؟ الحلقه ناشفه زي المستشفى. المهم بدون رغي كتير، لو اول مره تشوف الخير الجميله اللي قدامك دي كلها، اكتب دلوقتي تنزل تحت تدوس على زر السبسكرايب، وممكن تكتب كومنت. يعني احنا ممكن ايه تبدل، يعني تيجي نبدل لايكات بكومنتات، يعني مثلا اكتب ممكن تشتم زياد في كومنت عادي، يعني مش يا ريت. ليه طب ليه يعني الاهانه؟ ممكن مثلا ناس تشجع اللي هو مثلا ايه، لا يا رب محمد يكسب، يا رب محمد يكسب. عبد الله انت في كاس العروبه. المهم بدون كلام كتير يلا بينا على اول راوند. عندنا يا جماعه اول بنت وهي الاستاذه اسماء جلال. هو انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ لا. انت بتقول اسامي. عموما يعني اسماء جلال. استنى طب ما انا في سيرش ممكن اسيرش. لا يا ابني يا زياد، انت لو فتحت جوجل انت تبقى شخصيه قليله الادب بعد اذنك، فانا عايزك تقول ان انا بسالك ايدك تبقى مرفوعه. ماشي ايه اهو. الفنانه اسماء جلال عندها كام سنه يا استاذ؟ استنى ممكن، طب بص فوق ال 30 ولا تحت ال 30؟ يا ابني هو انا مش رينج، قول لي رقم. هي شكلها 24. 24 اصغر مني يا سيد، انت عبيط. طب استنى الاقرب هياخد البوينت. الاقرب هياخد البوينت عشان ماشي خلاص. زياد قال 24، انا اقول 32. بس استنى انا كنت لسه، انا ما اعرفش الجيم يا ابني، انا لسه بس انا متفاجئ انها اصغر من موكي، والله اكبر من موكي. انا قلت 32 وزياد قال 24. 32 ايه يا اسطى؟ هي ولا ايه يا عم زينهم؟ في ايه دي شابه يروح. اخر كلام 28. لا يا ابني انت مش قلت 24؟ عايز ليه؟ خلاص استنى يا ابني، ما هو الراجل بيقول اخر كلام، يعني في اوبشن ان انت تغير. مفيش اوبشن. لا 28 يا مروان. 28. انا عامل نفسي ما سمعتش حاجه واعيد الحته دي من اول وجديد اهو. يا جماعه الفنانه اسماء جلال عندها كام سنه؟ عندها كام سنه؟ 28 29. طب يا جماعه افتحوا كده وانتوا معايا، افتحوا جوجل كده بس وحياه ما حدش يبص على السن، يعني هنفتح جوجل مع بعض هنكتب اسماء جلال. يعني احنا نفتح معاك ولا لا ادوس ايمجز بسرعه قبل ما يطلع لك سنها. واول صوره من على الشمال اهي، حتى اللي هي من على السينما.com. ايوه هي دي. تديها كام سنه؟ انا بقول 28. الحيوان اللي قال 32 سنه ده حمار. ليه يا صاحبي؟ 28 اخر كلام يا شباب. 28. ما انا قلت 29. يعني واحد قال 28 وواحد قال 29 صح؟ الاجابه الصحيحه 27 سنه. الاخ هياخد البوينت. المهم يعني تاني واحده عندنا يا جماعه، وهي تاني السؤال ده هيبقى سهل. الفنانه ليلى احمد زاهر. مش ليلى علوي؟ ليلى احمد زاهر. ليلى زاهر. لا دي قد دي 22 باين 22. ماشي. بص اصغر مني بسنه. 21 زينهم. انا بقول 20. عندها 19 سنه، يبقى الحمد لله زينهم اتعادل يا جماعه. اللهم صل على انا مش خد يلا زياد يلا يا جماعه. انا قلت لكم اللي يفتح جوجل ايه هو ايه صح؟ انا قلت لك. طب بقول لك ايه زينهم، بقول لك ايه، اتفرجت على فيلم هي فوضى؟ لسه متفرج عليه من قريب. وانا برضه لسه اتفرج عليه من يومين. الست اللي هي كانت لابسه عبايه مره واحده، احنا لسه كان اسمها ايه؟ ما اعرفش وهموت واعرف. لو حد من المتابعين عارف الاسم يا ريت في الكومنتات. ايه زياد انت لسه صغير على الكلام ده. المهم نروح على السؤال اللي بعده واللي هو السؤال اللي بعده. ملك الحسيني عارفينها اللي هي طلعت في بيمبو. بحبها جدا يا فنانه. انا ما طلبتش عن رايك اتجاهها، ولو بتشوفي الفيديو ده انا بحبك جدا يا فنانه. فنانه ملك ما اعرفش عنك اي حاجه. كان المفروض يبدلوا شخصيات ملك الحسيني وهدى المفتي في بيمبو. لا هقول لك ليه. هي از دايركتور فيلم دايركتور مستر زياد عمر. هو انت بتتكلم على طارق عماد ولا هدى المفتي؟ طارق عماد ده انت نهارك ابيض. طارق عماد ما كانش معايا اساسا.
استنى بص انا شايف انت بتتكلم عن طارق عماد من مسلسل سوتس ولا لك وجهه نظري الفنيه. يا ابني استنى يا ابني افترض بس بص كاستنج دايركتور. هدى المفتي يعني لو عايزها اللي هو يبان ان هي عايزه مثلا تتعصب او حاجه الشخصيه تنفع اكتر. انما مثلا ملك شكلها كيوت قوي فاهم بيبي فيس كده. ملك ولا طارق عماد عشان تفرق. السؤال ايه يا ابني السؤال ايه؟ ما هو كل الاسئله واحد عندها كام سنه؟ بص يا رب تطلع اصغر مني بس هي 24 سنه. لا انا بقول 23 سنه. يا جماعه انتوا بتهزروا؟ يا مروان احنا شرفنا انت مروان. جايب لنا ناس يا ابني من صحيفه الوفيات في ايه يا ابني؟ طب يا جماعه انجزوا ما تقوليش السؤال بجد بقى يا ابني ما قلت يا ابني هي 24 وزينهم قال 23. يا جماعه هي على سيبكم تحسبوا هي مواليد 1993 هي اكبر مني ب5 سنين. 27 سنه يا ابني انت اهبل يلا انا لسه وانا بقول لك يعني انا 28 عندها 30 سنه. 30 سنه والله ليه يا عم؟ مش طب انا قلت 34. ما بحبكيش يا فنان او انا لسه بحبك الصراحه. زينو ياخد البوينت برضه مفيش مشكله. لا بقول لك ايه المفروض دي ما تتحسبش يا مروان. عندها حاجه و30 سنه يا عم فيها ايه يعني؟ هو يقول 24 وهي عندها مش عارف 32 لان ده في فرق 2 كاس عالم في الثمان سنين. لا احنا لسه تعادل زي ما احنا قاعدين فيه. المهم نروح على السؤال اللي بعده. هدى المفتي عندها كام سنه؟ لا دي كبيره دي 35 باين. بس بقول لك ايه 27 سنه ينفع غير اجابتي؟ لا خلاص يا ابني ما هو قال 30 ماشي يبقى ده 27 وده 30 عندها 28 سنه. انت عارف ليه بقى؟ انت عارف انا ليه عارف ان عندها 27 سنه؟ هي في النص عامه. عشان لما الاغنيه بتاعت ايه البخت دي نزلت كنت فاكر في مره قاعد انا والشباب بس مش فاكر مين فيكم من الشباب كان موجود وقعدنا نراجع نشوف هي اكبر منه ولا اصغر منه ولا بتاع. كنت انت اللي شباب ايه يا ابني كان عشان كده 30. عايز اقول لك انا كبرت وبنتي دي لسه صغيره ورغم ان هي اتجوزت. تحيه كاريوكا ولا ايه؟ منا عرفه عندها كام سنه؟ يا ايه ده يا ابني دي لا دي 22 دي. لا انا بقول 24 21 اخر كلام. منا عرفه عندها 23 سنه. زي ما بياخد البوينت 3-1. ليه منا عرفه يا جدعان ايه ده؟ منا عرفه هي متجوزه مرتين ايه؟ هي ما اتجوزتش اتخطبت مره. لا هي اتخطبت مره لواحد مهمش كده وطلع وجع دماغنا على رنا رئيس. عندها كام سنه؟ انت شفت الاغنيه دي؟ مش هي اللي بتغني بس هي اللي في المسلسل ده. احنا الحمد لله ما سمعناش من صوتك حاجه واتمنى ان انت ما تعيدش الاغنيه ده تاني. شبهك اني زيك عارفين الاغنيه دي؟ بس ما قالك ما تعيدش خلاص. والله العظيم كنت فاكرها نسيتها. بتاعت اسمه ايه ده بتاعت موضوع عائلي. هو ده. انا هقول. طب قول يا زينو بس ادي قول. هروح في كام 26 سنه. ماشي قول يا زينو. 25. هو زياد بيقول بيست اون اجابتك عامه يعني انت بياخد في لا عامه هو كل الاجابات اللي فاتت انا كنت بقول الاول عشان بس كام يعني؟ قلت 26 وزياد قال 25. ماشي عندها 24 سنه عامه دي صغيره. 3 مبروك يا زياد. طب ثانيه طب بقول لك ايه دي انا كنت بحبها جدا وانا صغير بس هي اختفت عن الانظار لحد ما محمود بوصاتي فكرني بيها من كام يوم. ساره سلامه. بس ساره سلامه كبيره. لا ساره سلامه كبيره مسنه يعني 32 مثلا كده يا مروان. انا هقول 34. يا جماعه انتوا متخيلين ساره سلامه دي عندها 30 سنه؟ ساره سلامه ايه 30 سنه ايه يعني انا كسبت برضو يا عم. لا ده بقى لها 4 سنين عندها 30 سنه. ايه الكذب ده يا ابني؟ هي مواليد 92 هي مواليد 92 يا ابني. يا ابني والله العظيم 30 اهو. مروان عندها 31 سنه. مروان مش 30 عندها 31 يا ابني. ما مكتوب ايج 30 ييرز اهو. ماشي ما ده مش ابديتد ده يا ابني. ما هو ابديتد بيحسب على حسب الوقت اللي مكتوب. لا احنا اتفقنا ان احنا هنعتمد السن اللي هنلاقيه مش السن اللي احنا هنحسبه. انا قلت 31. انا قلت يا زياد يعني افرض انت ليك حد شغال في الجوازات مثلا جاب لك السن احنا مالنا يعني. دي يا زياد انت المفروض تبقى عارفها. هنا داوود عندها كام سنه؟ 24 يا مروان. 23. طب خلي الراجل بس ياخد فكره عن يعني شكل البنت فاهم. اكتب هنا داوود وروح بسرعه عند السيرش بسرعه. اللهم صل على حضره المسيح. انت قلت كام يا زياد؟ انا قلت 24. انا وداوود عندها 26 سنه. زياد تعالى سلم على عمك. طب يا جماعه اميره اديب عندها كام سنه؟ يعني انا في رقم كده خارم دماغي 27 مش عارف ليه مقتنع ان اميره اديب 27. لا انا هقول لك بقى استنى. بص بيسيرش والله ما بيسيرش يا ابني. كانت لسه منزله ان هي بيسيرش. ماشي زينهم كام اميره اديب؟ انا قلت 25. زينو ما قالش حاجه لسه. 24. ماشي اميره اديب عندها 24 سنه. ابلع مايل السيد لسه والله العظيم ميان ميونه. قول يا زياد بجوزك. 25 بسم الله الرحمن الرحيم. هي 25 عشان المفروض ان ميان السيد انت مالك انت؟ ما تقول اي حاجه ما تقول قول اي رقم. هقول رقم غلط علشان ما. طب ما يا عم طب ما يلا يا مروان قول يا عم السن الحقيقي. ماشي ميان السيد عندها فعلا 26 سنه. ايوه يا ابني 97. هي مواليد 97 صح؟ ستوب يا ابني. طيب 97 مستحيل يا جدعان تعالى اهو يا باشا استنى بس 25 ايجيبشن اكترس
يلا. طب زينهم بذمه امك ما بصيتش في حاجه؟ والله العظيم ابدا. راجل الرجوله والجدعنه تديني انا النقطه دي بعد اذنك. يا عم الراجل يكره. عشان تخص يا يعني. زينو معلش اديله البوينت كده كام 5-4. طب انا الزاهد عندها كام سنه؟ مين انا ازاي؟ استنى معلش الاسم تاني. قال لك مين انا ازاي اساسا؟ استنى، لا دي انا عارفها دي. يا ابني مرات الفنان احمد فهمي. انا مش عارفها بس انا هرزع كده رقم حاسه هو يعني. بس انا بحبها، انا مش عارف بس يا عم بحبها. حبها ولا تحبهاش مش قصتنا بس مش مهتمين. يعني فنانه كويسه انا يعني. انت بتقول كام يا زياد؟ 28. ماشي زينو. لا استنى كبيره قوي 28 دي 24. زينو لا اصل هي لو 24 يبقى احمد فهمي كده عليه ملاحظات يعني انت فاهم كده. كام سنه؟ انا اقول 30. ماشي اوكي زينو واخد البوينت عندها 29 سنه. 29 هي الناس دي كبرت امتى؟ ياسمين صبري عندها كام سنه؟ قول انت يا زينو. ياسمين صبري؟ استنى انا بعمل كده حاجات منتال بدماغي بس استنى عندها 32 سنه. ماشي قول يا زياد. 36. ماشي زياد يكسب يا جماعه. الراوند ولعت. اخر راوند يلا اخر راوند لو كده. ايه ده 36 بجد؟ 35. انا في الكلوس يعني. طب يا جماعه اخر واحده مي عمر. يا نهار اسود. ها. كبيره برضو الفنانه مي. قول انت يا زينو. لا ما انا قلت الاول المره اللي فاتت، قول انت بقى دلوقتي. صراحه مي عمر بقول لك ايه 34. قول يا زينو. مش عارف اطلع فوق ولا انزل تحت. ما تنجز يا عم. مالكش دعوه. مي عمر انت قلت كام يا زين؟ انا بقول 34. انت انا عايز الوك. او ايه يا دي لوك ما ممكن كمان يربط. لا لازم يقول رقم برضو مختلف. لا مش لازم ممكن يقول نفس الرقم عادي. ما انا على فكره ممكن اعملها عشان ايه ازنقك، ولو احنا الاثنين صح يبقى احنا الاثنين خدناها، ولو احنا الاثنين غلط يبقى احنا الاثنين زي ما احنا، ويبقى انا كده ايه كسبت. انت قلت 34 يا ابو الصحاب. انت كده 34. طب ما هي مش رايحه في حته. يا ابني بالعكس. نوت معايا يا مروان بعد اذنك يا مروان. تحكيم ابن يا ابني هو ينفع يختار نفس الرقم عادي يا مروان. طب ما انا كده مش هكسب يا ابني. بقول لك يا مروان عايزني الفيديو الجاي معاك في اوميجا نقول ما تعملش فيها اللقطات دي. يلا والاجابه 34 وفي الاخر 6 يعني ليه 6-5 نلقاكم يا ابني؟ لا يا ابني يا مروان ما ينفعش عيب كده. سيادة نتحكم فيه الفيديو اللي جاي ان شاء الله. ولا يا زياد اقلع يا زياد بدل ما اجي اقلعك. اعمل ميوت للسياد من الفيديو شيله خالص. ايه انا عايز تايب بريكر. عايز تايب بريكر؟ لا استنى طيب بريكر لو كنت انت جبت دي صح طب فبقينا بقول لك ايه تايب بريكر. طب استنى يا زينو بسرعه تايب بريكر. هديك تايب بريكر يلا. امينه خليل عندها كام سنه؟ 36. 35 ماشي. عندها 34 سنه. فير اند سكوير. والله يا مروان لو لقيت الواتساب والعده يا ابني طلعت. والله العظيم طلع يا عم واتساب. نلقاكم يا جماعه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات شويه حاجات نبقى نعملها في زياد في اوميجا الفيديو الجاي. ما تنسوش تعمل لايك كومنت سبسكرايب طبعا وتشير الفيديو. نلقاكم الفيديو الجاي. ده احنا يا زياد. يلا السلام عليكم.